يواصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب، فكر منير. السلام عليكم البنات، وعواشركم مبروكه ورمضان كريم ان شاء الله يدخل عليكم بالفرحه والهنا والرزق والتيسير ورضا الله سبحانه وتعالى والاجر والمغفره، مغفره الذنوب ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نديروا مع بعض واحد البطبيطات او بطيبيطات او بطبوط تيكون صراحه زوين وخفيف ويصلح للفطور او المجا او لاي مناسبه، صراحه تيجي زوين. هنا عندي البنات جوج زلايف نتاع الفورس، وعندي تقريبا زلافه وحده نتاع السميد، وجوج خمارات ب7 غرام، وخماره وحده الحلوى، وواحد المعلقه صغيره نتاع سنيده، واحد المعلقه نتاع بودره الحليب، ومعلقه نتاع النشا باش يجيكم فشفش وزوين وخفيف. حاولوا تزيدوا ديك المعلقه ديال النشا راه تيجي زوين. هنا راه تنغربل كاع دوك النواشف اللي عندي، الطحين اللي عندي مزيان انه يتغربل الطحين وصافي. وتنديروا حفيره الوسط بعدا تنمشيوه بعضياتو، يعني تنخلطوا الفورس مع داك الدقيق الصلب او الفينو. وهنا راه تايت ندير الفينو نورمالمون فاش ندير بطبوط راه تنديرو بعد نوبات غير بالزرع، تيجي زوين تيجي غزال. هنا راني درت شويه ديال الفينو، شويه ديال هذا ديال الفورس، وحتى بالفرص راه جربته وعاود جربته تيجي زوين. بالفرص خلاص تيجي يعني صراحه تيجي حتى هو مشفش وتيجي زوين وتيجي الملمس ديالو رطب. بالحق الا كنتو ديروا الزرع او ديروا القمح راه تيجي شويه في الملمس ديالو تيجي شويه حرش، يعني تيميل شويه هذا الخبز ديال العيش. ولكن معليش حنا دابا الاساس من اننا نديرو بطبوط، وكيفاش غينجح لنا البطبوط وكيفاش غيتفتح وكيفاش غيتنفخ. تبعوا غير المراحل البنات وغيصدق لكم بطبوط زوين. البطبوط العجينه ديالو ما بين العجينه ديال الخبز وعجينه الملوي، يعني خصو يكون مدلك مزيان، ماشي تعجنوه تحطوه في ميكال، لا غدلكوه تعجنوه مزيان بحال راكم غديروا المليويات. هو ما يجيش جاري بزاف، خفيف بزاف، لان الا كان تيتلصق لكم راه ما غاديش يتفتح لكم من الوسط، غيجي مدقص. والا كان ثقيل بزاف ما مدهونش ما مدلكش ما غيكونش عاوتاني ما غيبغيش يتفتح لكم من الوسط. يعني انا تنعطيكم صراحه ديما الحويجات او اسرار باش يصدق لكم تصدق لكم الحاجه تجي زوينه. كي كتشوفوا دابا هنا راني حطيته في واحد السطيله عندي وسديت عليها تا خمار مزيان، وتناخذ الفينو ديالي او الزرع او المهم نتوما اللي عجبكم، بغيتو ديروه غير بالفورس ديروه. انا تيعجبني هكا بالزرع تيجي الملمس ديالو شويه حرش ماشي رطب، وصافي. هذا مكان وتنبسط هذيك العجينه اللي عندي كاع، وسناخذ اي قطعه عندي انا البنات راه نسيت هنا ديال البراد. المهم قطعوا باي حاجه. لو بغيتو ديروا حتى كويرات صغيره راه تيصدق حتى بالكويرات انكم تاخذوا الكويرات صغار وتفندوهم هكا في الطحين وفي نفس الوقت تقرصوا، يعني راه تيجي زوين. هنا راني القرصه الاولى راه شفتوها راه مدتها وقطعتها. القرصه الثانيه هانتوما كي كتشوفوا راه تنقلبها، راه تجي زوينه صراحه ما عندكمش مناش تخافوا. المهم الا درتوها الطريقه هذه بالمدلك راه تجي حتى هي زوينه. وعطيوها الوقت ديالها تخمر لكم شويه. نتوما كي كتشوفوا حطيتهم في دوك اللاطه يخمروا ليا شي شويه ما فيها باس، يعني العجينه ما خصهاش تخمر بزاف كاع حتى تفيض، ولكن الخميره خصها تكون طالعه شي شويه فيها، يعني ضروري باش كي تحطوها في مقله سخونه يعني تطلع لكم، يعني تتفشفش هكا. المهم عطيتكم مقادير وعطيتكم الا كنتو باغيين ديروها ديال الزرع راه عطيتكم. المهم في هذه الوصفه هذه تيهمنا الاساس هو البطبوط، الطريقه ديال البطبوط ماشي الحشوه او كيفاش عمرنا او لا، الطريقه باش يصدقوا لنا دوك البطيبيطات يجيو زوينين. انتم كي كتشوفوا راني حاولت نقطع، وهادو البنات راه طلعوا في الخميره
وماشي مشكل الا بقات لكم وحيده في الاخر وما زعما ما صدقات لكمش هكا على شكل قرص او على شكل دائره باش تتقطع، تقدروا تقطعوها مثلثه او مربعه او تقطعوا غير نصف دائره بحال الهلال. راه تجي حتى هي زوينه صراحه، تجي ولا اروع. كما قلت لكم القمح ماشي هو الفرص. الفرص راه ما تيتحمرش البنات، ما تشوفوش فيه كاع ديك التحميره، يعني هذاك بحال طايب زعما الخبز. لا، الفرص راه غير اون فوا تتحطيه ما تيصفر، المهم تيكون شي شويه هكا ميل بانه طايب صافي تتزوليه، يعني ما تياخذش داك اللون الاحمر. مي الا درتي فيه الزرع راه دوك الحبيبات ديال الزرع او التسميد او هذا هما اللي تيتحرقوا تيعطيو داك اللون الاحمر في الخبز. المهم هانتوما كي كتشوفوا البطيبيطه ديالي تنفخات على حقه وطريقه هكا. البطبوط خصو يكون كامل، خصو يكون منفوخ. وانا يا حصريه البنات راه تنطيب غير فوق العافيه ديال الضو، ما تنطيبش حسب ديال الغاز. راكم شفتوا العافيه ديال الضو مرات تطفى عليك ومرات تشعل، يعني الا شعلات راه البطبوطه طالعه مفشفشه، ولا سكسات يعني هذا تتفش ديك البطبوطه. المهم نتوما لكم الاختيار. الغاز راه تتبقى البطبوطه هي ما تتفش ما حتى حاجه. المهم هانتوما كي كتشوفوا راه البطبوط ديالي كاع صدق ليا طلع زوين. عمروها البنات بالحشوه اللي بغيتو، اي حشوه عندكم. هنا عندي المايس، عندي شويه ديال دونار، عندي هذا ايزابيل، عندي الزيتون، عندي الكاتشوب، عندي المايونيز. المهم نتوما متقيدوا حتى بشي حشوه، عمروا بالحشوات اللي تبغيو واللي تحتاجوا، يعني اللي عندكم واللي موجود. هنا راه وريتكم فقط الطبيسيل الاول ديال البطبوط، راه خرجت لي ديك العجينه تقريبا 2 طباصل كبار نتاع البطبوط. وهانتوما لكم الاختيار. المهم غير على فكره هذاك دونر او هذاك اللحم اللي شفتوه دابا مقرمش لهيه، هذاك غير صدر ديال الدجاجه البنات. تقدروا تصايبوه نتوما، انا شريته هكاك مصايب، انا غير قليته. دونك باش تصايبيه في الدار راه ساهل وبسيط. تاخدي الصدر ديال الدجاج تقطعيه لا شرائح. لا عندك الماكينه الدونر هي ديك، الشاورما هي ديك، ما عندكش تقطعيه لا شرائح صغيره وتزيدي ليه العطريه صافي وتتقليه صافي. هذا ما كان تقليه في الزيت ولا في الفران تيجي محمر هو باش تعمري. ما عندكش مهم ديري الحشوات اللي رشقات لك عليهم واللي بغيتي. انا راه درت حشوه ديال الطون والبصله ومطيشه، ودرت حشوه ديال شويه الكفتاع، ودرت حشوه ديال الخضره كامله. نتوما اللي عجبكم. نتوما كي كتشوفوا هنا فاش نفتحهم بالموس ما تحتاجيش تفتحيهم دغيا، تيتفشفشوا وتيتحلوا بوحدهم صراحه من الوسط، تيجي خاوي ومهوي من الداخل. هذا هو البطبوط الناجح اللي يجيك خاوي ومهوي من الداخل، ما يجيكش مدقس. هانتوما دونر هكا شريتو البنات، شريتو مشرمل مقاد مصايب من المحلات ديال الاسلاميه ديال دونر. صراحه جبتو من المغربي من فرانكفورت وصافي. هذا مكان البطبيطات نتاعنا، مهم غير كاعاده وصافي. وغادي نصور لكم عاوتاني بطبوط اللي درتو غير بالفورس كي كيجي الملمس ديالو. حاولت نصوره ولكن ماشي كله، حاولت نصور غير الملمس غير باش تشوفوا البطبوط يعني تيختلف من الملمس للملمس، يعني من الزره، من ديال الزره ديال هكا ديال سميتو. هانتوما كيشفتوا هنا راه غفلت عليه شي شويه البنات وتحرق ليا شويه من تما. المهم خدا داك اللون المقرمش من الفوق، ولكن صراحه راه تيجي زوين. هنا درت غير الخضره وشويه الكفته صافي، درت البصله المايس. هنا الملمس نتاع هذا نتاع ديال الفورس، يعني ماشي ديال البطبوط الاخر ديال الزرع. هنا تيجي غير بالفورس فقط، راه تيجي غير يعني تيميل شويه للحموريه وصافي، ما تيجيش الملمس ديالو هكا رطب بزاف. تيكون معجون اصلا بالفورس كامل. شوفوا نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروه بالزرع ديروه باللي حبيتوها البنات، باللي بغيتو واللي رشقات لكم عليه. المهم كي هذا الميزه الاولى والاخيره هو انه يجي بطبوط ديالنا مفشفش وخاوي من الداخل. هذه هي الميزه سواء درتيه بالزرع او غير بالفورس. صافي هادشي اللي كاين البنات، وبالصحه والراحه، ورمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي، بطولة العمر وبرضا الله سبحانه وتعالى وبكل ما تتمنى. ورأي صائب فكر منير، فيا
بالحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور.